عرج على مولاي سليمان بن سيدي محمد، يعني محمد الثالث، وقال بأنه دعم ثورة درقاوة، وهذا افتراء وكذب، لأن أهالي تلمسان اللي ضاقوا ذرعا بحكم الأتراك وفسادهم وظلمهم راحوا طلبوا البيعة من عند السلطان مولاي سليمان، لكنه التزاما منه بما تم التوقيع عليه بين والده والسلطان العثماني قال لهم أنا ندخل باش ندير لكم وساطة بيناتكم وما نساهمش في يعني وتبقى يعني طبقا للمعاهده اللي وقعتها مع الترك. لو كان كلامك صحيح يا دومير، روح ابحث ماذا قام السلطان المغربي مولاي سليمان بخصوص سكان طرابلس عندما اعلن الحرب على الولايات المتحده الامريكيه، لانها رفضت ان تذهب سفينتين من القمح لانها كانت محاصره سكان مدينة طرابلس. السلطان مولاي سليمان كانت له علاقات جيدة مع الاستانة مع إسطنبول، والكلام الذي قلته أمس في الفيديو كله كذب وافتراء وترهات. سيدي بوعمامة ولد بفيقيق وتوفي بالعيون سيدي ملوك اللي هي غرب مدينة وجدة. حبيت من خلال هذا البث المباشر أنني نجيب أو نطرح بعض الأسئلة على دومير، يعني نتمنى أنه يرد علي منين تكلم وقدم مغالطات خصوصا حول سكان توات، وقال لهم أيضا قال لهم تندوف كانت تابعة توات، وهذه مغالطة أخرى. يعني تندوف كانت تابعة توات، وتسمى تندوف كانت تابعة للداي حسين، وهذا الداي حسين سنية معاهدة الاستسلام في 5 يوليو 1830 ورفض كابته وروح لنابولي. يعني غريب. حبيت نطرح عليك سؤال يا سي دومير مرة أخرى، يعني إذا كان سكان توات كانت تابعة لإيالة الجزائر، لماذا لم يتضمن المعاهدة نتاع الاستسلام تلك المنطقة؟ وسؤال آخر نتحداك، يعني أنت تتكلم على كي تجي تتكلم تجيب منه ميديا ومن بعد تنقز، ما تروحش للدولة الموحدية تروح للدولة الزيانية، وتحاول أنك تربط هذه بهذه باش تحاول تغلط الناس. سكان توات احنا نتكلموا على التاريخ الحديث، ما نتكلموش على العصر النوبي، نتكلموا على 100 سنة، نتكلموا على 150 سنة. سكان توات وتيدكلت والساورة، ألم تكن هناك إدارة مخزنية مغربية باعتراف فرنسا؟ وطبعا أنا كنت سبق وأنني تكلمت خصوصا عندما تكلمت على الحملة الفرنسية على عين صالح في 1900. ألم يكن هناك باشوات مغاربة وقياد مغاربة وعملة مغربية؟ يعني حججك من خلال الفيديو الذي قدمته كانت ضعيفة، كان لازم عليك في تبريبار بيان، ولو أن الكذب طبعا حبل قصير، لكن يبدو أن الفيديو اللي قمت به أمس كان على عجالة، وكانوا فارضين عليك أنك خاصك مهم ترد على السيدة بهيجة سيمو اللي هي مديرية الوثائق الملكية. راك غلط، لأن المغرب عنده ما يثبت أحقيته ويثبت تاريخية مغربية تلك الأراضي بوثائق فيها كيلومترات، كما قالت الدكتورة بهيجة سيمو، في هذه كيلومتر. بهيجة سيمو مشي تروح لجوجل وتجبد قال فوالا كانوا يخلصوا للداي حسين الإتاوات. عند المغاربة عندهم كيلومترات، وهذا يعني دفعك نظام العسكر إلى أنك تكون أنت في الواجهة، هذا غادي غير تبهدل روحك، وغادي يتم كشف الاكاذيب نتاعك بكل بساطه وبكل سهوله، لان النظام اللي راك تدافع عليه نظام اصلا عنده مشكله مع التاريخ وعنده عقده مع التاريخ، ومش انت اللي غادي تحل المشكله نتاعه. وانا بهذه المناسبه نجدد ندائي الى الشرفاء من المؤرخين ان يتدخلوا وان تكون لهم الشجاعه من اجل ايقاف هذا العبث وتوقيف هذا الشخص عند حده، بل الضغط على هذه العصابه من اجل ألا يعني تدجن عقول الجزائريين بتاريخ مزور، واللي يعني أراد يتأكد خصوصا في مسألة الصحراء الشرقية وفي مسألة مناطق توات وديديكلت والساورة. يمشي حاجة بسيطة، يعني يشوف الناس في عاداتهم وتقاليدهم، يشوف الناس يعني الحياة، يعني طباعهم طباع مغربيه، يعني ما تقدوش تبدلوا الطباع نتاع سكان تلك المنطقه. ثم عندما استدليت
بالدولة الرستمية والبيعة؟ علاش ما تكلمتش على أين هي البيعة نتاع الدول التي أو الإمارات التي حكمت الجزائر وسكان هذه المناطق؟ أنت لا تمتلك أي شيء، أنت تجيب دي فراز هكا وتحاول أنك تغالط مثل النظام نتاعك، لأن نظامك كذاب ومزور للحقائق، وانت راك ماشي في الاخر، وستحاسب امام الله على ما تقوم به حاليا، لان هذا ازدراء وافتراء وكذب وبهتان كما يقولوا المغاربه بالعلالي. بالعلالي. انا نتكلم في الموضوع، لما نتكلم في الموضوع تاع التاريخ نتكلم وبحذر، وبحذر، حتى لا تنعتش علي انني راني نشهد شهاده الزور، ولا راني نظلم، ولا راني نقدم مغالطات نتحاسب بها امام الله يوم القيامه. اذا الكلام نتاعك يا دمير كلام تافه وفارغ. والاكيد ان المغرب، ان هذه المناطق او الصحراء الشرقيه منذ مشي عهد الدوله العلويه الشريفه، بل حتى من عهد الدوله السعديه، كانت تحت حكم المخزن المغربي بشكل طبعا مباشر، وكانت بيعه نتاع قبائل وسكان تلك المناطق سلاطين المغرب. وانت طبعا لا تستطيع أن تثبت عكس ذلك. وأنا راني نتكلم معك يعني لما نستدل غير أنثروبولوجيا نهزمك، لأنك يعني ما عندكش ما يدل على أن هناك كان ارتباط بين سكان تلك المناطق وحكم الأتراك في الجزائر. هذا هو ردي على دمير، على نظام العسكر، وهذا هو الدليل الذي يثبت على أن عبد المجيد تبون أصوله مغربية، أجداده كانوا مبايعين سلاطين المغرب.